افتتحت بفاس الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تحت شعار 67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن. وتسعى هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية، ومن أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام. حول انطلاق هذه التظاهرة نتابع هذا الريبورتاج لعبد المولى بخريس وفيصل أبروش. بعد توقف اضطراري ل3 سنوات تعود الأبواب المفتوحة للأمن الوطني لربط الوصال بين المغاربة ومؤسستهم الأمنية. هي فرصة لهؤلاء البراعم وغيرهم من الشرائح العمرية لإشباع فضولهم حول المؤسسة الأمنية والإطلالة على الأمن الوطني من الداخل، بما يمثله من دعامة أساسية